السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المهلبية القمر دي. تحلية كده سهلة وسريعة وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص. هقول لكم ازاي تطلع معاكم قوامها كريمي كده وكمان طعمها تحفة ومظبوطة جدا. تعالوا على طول نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة جبت معايا حلة حطيت فيها 4 كوبايات من اللبن، نزلت عليهم كده ب5 معالق من السكر، وحطيت كمان نص معلقة من الفانيليا. ما تستغنوش خالص عن الفانيليا لانها بتدي ريحة وطعم حلوين جدا. اخدت بقى كده الحلة دي وحطيتها على النار علشان اللبن يسخن معايا شوية. بعد كده هجيب كوباية تاني من اللبن واحط عليها 5 معالق من النشا. يبقى احنا حطينا كده 4 كوبايات لبن على النار، ومعانا كوباية كمان كده هدوب فيها النشا. يبقى كده 5 كوبايات، يعني لكل كوباية لبن بحط معلقة سكر ومعلقة نشا كبيرة. هدوب كده النشا في اللبن بالشكل ده كده لحد ما يدوب معايا كويس. هاخد الكوباية دي واروح على الحلة اللي على النار على طول. اللبن هيكون سخن شوية، يعني مقرب على الغليان كده. هروح مفضية عليه النشا واللبن وهقلب باستمرار كده علشان هو مش هياخد وقت وهيمسك في بعضه. فقلبه باستمرار علشان ما يكلكحش معاكم. خلاص هنا المهلبية تقلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تسيبيها كده لحد ما تغلي معاك كويس جدا من كل الجناب، ويوصل القوام بتاعها للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تكونش اخف من كده ولا اتقل من كده. ده كده القوام المظبوط للمهلبية. هقفل بقى عليها النار. هاخدها كده على طول وهي سخنة، مش بستنى عليها خالص، وهي سخنة على طول كده بفضيها في الاطباق على طول. لو سبتيها في الحلة هتبقى متماسكة ومش هتعرفي تصبيها كده. سبتها بقى لحد ما بردت معايا تماما. بعد كده هحط على وشها بقى شوية زبيب وشوية جوز الهند. ممكن تحطوا اي نوع مكسرات او ممكن تسيبوها سادة، يعني زي ما تحبوا. بعد ما بردت تماما بقى هاخدها كده وادخلها حوالي ساعة التلاجة علشان تبقى متماسكة معايا. وتطلعوها بقى هتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنا بعد ما طلعتها كده من التلاجة بجد حلوة جدا. الناس اللي مش بتظبط معاهم المهلبية جربوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين بقى هنا قوامها كريمي جدا، شايفين الحلاوة بجد حلوة جدا. جربوها علشان تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني بفيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.